بيبدأ الفيلم بعد نهاية العالم ودمار الحضارة البشرية بسبب انتشار الزومبي في كل مكان، ومفيش أي مدينة صالحة للسكن. كان في طفل اسمه ماركو عايش في الغابة مع أبوه من يوم ما اتولد، ومستخبيين بعيد عن الزومبي. وفي مرة أبوه بيديله مسدس وبيحاول يعلمه إزاي يحمي نفسه، لكن ماركو كان لسه صغير وما قدرش يسحب الزناد، وبيقع منهم مسدس على الأرض. فبيتوتر وبيخاف لأبوه يزعقله. وبالرغم من إنهم بيعتمدوا على بعض هما الاتنين علشان يفضلوا عايشين، إلا إن أبوه كان قليل الكلام ومش مهتم بماركو ولا بيتكلم معاه ويصاحبه، وده اللي خلى ماركو يحس بالوحدة. أما أبوه كان كل همه يفضل مستخبي من الزومبي، وعلشان ماركو كان لسه مش قادر يدافع عن نفسه، أبوه كان بيمنعه يطلع بره الكوخ لوحده. لكن ماركو كان عنده فضول يكتشف العالم اللي بره، وفي كل مرة بيروح يجيب مية من النهر كان بيحفر علامة على الشجر اللي جنب النهر علشان ما يتوهش، وفي كل مرة كان بيبعد شوية عن النهر علشان يستكشف الغابة. وفي يوم وهو بيتمشى في الغابة بيلاقي كرفان مهجور، فبيقرب منه بحذر وبينط من الشباك وبيدخل الكرفان، وبيلاقي لعبة غريبة موجودة على الرف، وأثناء ما كان بيلعب بيها بيلمح ظل غريب جوه الكرفان. فبيترعب ماركو وبيحاول يستخبى في أي حتة، لكنه بيلاقي إنه محدش بيحاول يأذيه ولا حاجة. وبيتفاجأ بواحد بيمد إيديه وبيديله اللعبة، وبيطلع طفل من نفس عمر ماركو واسمه ميكو. فبيطمن ماركو وبيتصاحب عليه، وبيديله السماعة بتاعته علشان يسمع معاه موسيقى. وفعلا بقوا أصحاب وبيلعبوا مع بعض. ولأنه ماركو مش هيقدر يحكي لأبوه على اللي حصل، فبيضطر يخبي اللعبة اللي صاحبه اداها له، وبياخد إزازة المية اللي ملاها وبيرجع بسرعة على الكوخ. ولأنه غاب فترة طويلة بيلاقي أبوه غضبان جدا وبيزعق له جامد، لدرجة إن كل البندق اللي كان مجمعه وقع منه على الأرض. فبيفتكر أبوه إنه اتأخر علشان كان بيجمع البندق، فبيهدى وبيبطل يزعق له. وبعد كده ماركو كل يوم كان بيروح عند الكرفان، وبيعرف إن صاحبه ميكو كان عايش هناك مع أمه. وبيلاحظ ماركو إن أم ميكو حنينة وبتحبه وبتحضنه، على عكس أبوه اللي كان قاسي في معاملته. ولما بيرجع ماركو لأبوه بيحاول يقرب منه ويحضنه هو لأنه كان محتاج حنية، لكنه بيتفاجئ إن أبوه بيزقه بإيده وبيبعد عنه. فبيدخل ماركو للكوخ وبيشوف صورة واحدة متعلقة على الحيطة، وبيسأل أبوه عن الست دي تبقى مين، لكن أبوه ما بيردش عليه وبيقول له خش نام. بس ماركو بيروح يلعب بكتاب القصص بتاعه، واللي كان بيحكي عن الجنية اللي سابت الغابة وراحت لمكان اسمه وادي الصخور. فبيفتكر إن دي صورة أمه، وإنها ممكن تكون عملت زي الجنية دي وسابت الغابة، وإنه لو قدر يوصل لوادي الصخور هيلاقيها هناك. وفي يوم بيروح ماركو مع أبوه علشان يصطادوا في الغابة، فبيتفاجئوا بصوت ضرب نار قريب منهم. فبيستخبى ماركو ورا شجرة كبيرة، ولما بيبص حواليه بيشوف أم ميكو وهي ماسكة دراعها وعمالة تنزف جامد. وبيترعب ماركو لما بيلاقي أبوه بيقرب منها، وفجأة لقاه بيضربها بالنار. فبيجرى ماركو وهو مرعوب وبيرجع على الكوخ، وبيفضل يعيط في سريره طول الليل. ولما بيرجع أبوه من بره كانت حالته النفسية مش مستقرة، وشكله مش طبيعي، وإيده عمالة بترتعش، وعمال يشرب بجنون وبيتمتم بكلام غير مفهوم. ولما ماركو بيشوف أبوه بالشكل ده بيصمم إنه يروح يدور على أمه اللي عمره ما شافها. وتاني يوم الصبح ماركو جمع حاجته وساب الكوخ ومشي من غير ما يتكلم مع حد، وبيروح لصاحبه ميكو وبيحاول يقنعه إنه ييجي معاه في رحلته لوادي الصخور علشان يدور على أمه. وهم ماشيين في الغابة بيقف ميكو فجأة في مكانه وما بيرضاش يبعد أكتر من كده علشان أمه ما تقلقش عليه. فبيضطر ماركو يقوله الحقيقة. فبيحزن ميكو جدا، وبيروح مع صاحبه لحد ما بيوصلوا لآخر الغابة. وقتها بيسمعوا صوت حد جاي من بعيد، فبيخافوا وبيستخبوا وبيكتموا صوتهم علشان محدش يسمعهم. بعدها بيطلعوا يجروا بسرعة لحد ما بيلاقوا عربية مهجورة، فبيروحوا يستخبوا فيها. وبيسمعوا صوت حد جاي بيجري عليهم، وبيحاولوا يبصوا من شباك العربية. وفجأة بيسمعوا صوت قطيع من الزومبي هم بيخبطوا جامد على العربية. فبيخاف ميكو وبيجيله نوبة هلع وبيفضل يصرخ، فبيحاول ماركو يهديه ويغطي ودانه علشان ما يسمعش الزومبي. وفجأة ماركو بيلاقي الزومبي عمالين يقعوا على الأرض واحد ورا التاني، وأثناء ما كانوا مرعوبين باب العربية بيتفتح فجأة. فبيتصدم ماركو لما بيلاقي أبوه عارف مكانه، لكن أبوه أول ما شافهم بيتأكد الأول إن محدش منهم اتخربش أو اتعض من الزومبي، فبيهدأ وبيطمن عليهم. لكنه بيتجاهل ميكو وبياخد ماركو من إيده وبيصمم يرجعه تاني للكوخ. لكن ماركو كان رافض وبيقاوم أبوه، وفضل يزعق معاه وبيقوله إنه شخص سيء، وإنه قتل أم ميكو، وإنه ممكن يكون قتل أمه هو كمان. لكن أبوه ما بيردش على كلامه، وبيقوله إن صوته العالي هيخلي الزومبي تيجي عليهم دلوقتي.
لكن ماركو بيرفض يروح معاه، فبيضطر أبوه ياخده بالعافية وبيخبيه في حتة أمان، وبيروح علشان ينقذ ميكو. وهو في الطريق فضل يضرب الزومبي بالنار في دماغهم واحد ورا التاني، وكان واضح إنه ماهر في ضرب النار، لحد ما وصل لميكو وبياخده معاه. في نفس الوقت كان ماركو مستخبي، لكنه بيسمع صوت زومبي قريب منه، فبيترعب ماركو من منظره وبيحاول يسحب المسدس وإيده بتترعش وبيضرب نار على الزومبي. ولما أبوه سمع صوت ضرب النار بيجري بسرعة عليه، لكن وهو في الطريق بيهجم عليه زومبي من غير ما ياخد باله، بس بيقدر يقتل الزومبي ويوقعه على الأرض قبل ما يعضه. وبيرجع بسرعة لماركو علشان يطمن عليه، وبيقول له ما تقلقش، صاحبك في أمان. وبيقول له يلا بسرعة نرجع للكوخ قبل ما الزومبي يرجعوا. لكن فجأة أبو ماركو شاف دم على دراعه، فبيعرف إن الزومبي خربشه في دراعه، فبيحس باليأس والإحباط لأنه كده اتصاب بالفيروس. فبيبعد بسرعة عن ماركو وبيربط نفسه بكلبش في شجرة. بس ماركو ما كانش فاهم اللي بيحصل، وبيقرب من أبوه، وفي اللحظة دي بيقول له الحقيقة، وبيقول له إنه ما قتلش أم ميكو لأنه شخص قاسي وكده، وإنه قتلها علشان يخلصها من المعاناة اللي كانت هتحصل لها لأنها اتعضت من الزومبي، ودي كانت الطريقة الوحيدة لإنقاذها. فبيحضنه ماركو وبيزعل عليه، وبيحضنه أبوه بس كان خايف يعديه، وبيحس إن مفيش قدامه وقت وإنه هيتحول لزومبي، وبيقول لماركو يمشي بسرعة ويسيبه. فبيعيط ماركو لكنه بيمشي، وبيسمع كلام أبوه وبيروح لميكو وبياخده معاه وبيمشوا سوا. بعدها أبوه بدأت عينه تبيض ويتحول لزومبي، وبيسمع ماركو صوت رصاصة، فبيعرف إن أبوه انتحر، وبيحزن جدا لكنه بيقرر يكمل في طريقه، وإنه لازم يكون أقوى دلوقتي ويعتمد على نفسه بعد وفاة أبوه. وبالليل ماركو وميكو بيناموا تحت شجرة كبيرة، وماركو كان حاسس إنه تايه ومش عارف هيروح على فين، لكن صورة أمه كانت بتديله الأمل في بكرة. وتاني يوم الصبح بيكملوا رحلتهم، وبعد فترة طويلة من المشي بيقدروا أخيرا يطلعوا بره الغابة، وبيلاقوا نفسهم في مكان واسع ومفتوح، وبيفضلوا ماشيين جنب شريط سكة حديد ومش عارفين هيوديهم لفين، لكن الأكل اللي معاهم كان قرب يخلص. ولحسن حظهم شافوا واحد قاعد جنب شريط السكة الحديد بيسمع الراديو، وأول ما بيشوفهم بيتخض وبيقوم يبص عليهم، فبيقول له ماركو إنهم محتاجين أكل، لكن الراجل بيسألهم هم رايحين فين، فبيقول له إنهم رايحين وادي الصخور. فبيقول لهم إنه كان نفسه يساعدهم لكنه مش هيقدر يمشي من هنا لأنه قاعد يحمي أطفاله. فبيبص ماركو على الشباك، وساعتها بيعرف الحقيقة وإن أطفاله اتحولوا لزومبي، بس هو مش قادر يقتلهم فحبسهم في البيت علشان ما يأذوش حد. وبعدها الراجل بيديهم أكل، فبيشكروه وبيمشوا من المكان علشان يكملوا رحلتهم. وهم في الطريق كانوا بيلعبوا مع بعض لحد ما الدنيا قربت تضلم عليهم، فبيدوروا على مكان يستخبوا فيه، وبيلاقوا قدامهم عربية قطر مهجورة، فبيحسوا إنه أفضل مكان ممكن يستخبوا فيه. فبيقرب ماركو من العربية وبيحاول يفتحها، لكنه بينصدم لما بيلاقي العربية مليانة زومبي، فبيخافوا هما الاتنين وبيرجعوا لورا، بس لحسن حظهم الباب كان مقفول على الزومبي ومش عارفين يخرجوا، فبيطمنوا وبيتحركوا بعيد عن المكان. لكن فجأة بيظهر 2 رجالة مسلحين، وطبعا الطفلين بيخافوا منهم وبيسمعوا كلامهم وبيجبروهم يركبوا معاهم العربية. وبعد فترة طويلة بالعربية بيوصلوا المعسكر الناجين من الزومبي، وكان القائد بتاعهم اسمه جون. وأول ما شاف الأولاد قعد يفحصهم كويس، وبيندهش لما بيلاقي الطفلين سلام ومحدش منهم مصاب وصحتهم كويسة، وقعد يشرح لهم الموقف الصعب اللي هم عايشين فيه، وإن من ساعة وباء الزومبي اللي بدأ من سنين كل الأطفال اللي اتولدوا الفترة دي كانوا مصابين بالفيروس المتحول، وإن البشرية في طريقها للانقراض، وإنه لما شاف طفلين قدامه مش مصابين الأمل رجع له تاني، وإن ممكن يكون جسمهم كون مناعة ضد الفيروس، وإن المناعة دي تقدر تنقذ البشرية. لكن جون بيلاحظ إن ميكو هادي وساذج وبيسمع الكلام، أما ماركو كان مشاكس وصعب السيطرة عليه. بس جون ما كانش بيحب اللي عنده، فبيدي أمر لرجالته يتخلصوا من ماركو، لكن واحد من رجالته ما قدرش يأذي طفل، وبيهرب ماركو وبيقول له يبعد عن المعسكر. لكن ماركو رفض يتخلى عن ميكو وبيطلب مساعدة الراجل ده، لكنه رفض مساعدته أكتر من كده. فبيتسحب ماركو بالليل ناحية المعسكر وبينقذ ميكو من الحراس وبيهربوا بالليل. وتاني يوم الصبح بيكتشف جون إن الطفلين هربوا، فبيغضب جدا وبيضرب المساعد بتاعه بالنار في دماغه عقابا على خيانته. في نفس الوقت بيجري ماركو وميكو بعيد عن المعسكر، بس ميكو كان عطشان جدا وبيشتكي طول الوقت، فبيتعصب ماركو عليه وهو محبط ومتضايق، وبيقول له إنه الأحسن كان سابه في المعسكر وريح دماغه.
لكن ميكو ساب عليه وفضل يعيط، فبيقرر ماركو يروح يدور على مية وبيغمر بنفسه وبيدخل مبنى مهجور لوحده، وهناك بيلاقي لبس ومية من البشر اللي كانوا عايشين في المكان ده، فبياخد الهدوم والمية. وهو خارج ناحية البلكونة بيندهش من شكل العالم بره الغابة، وللأسف العالم حواليه كان متدمر وكل البشر اللي حواليه اتحولوا لزومبي. في اللحظة دي بيفهم الحقيقة، وإن الغابة ما كانتش بيته بس، وإنها كانت مكان نظيف وآمن، وإن القصص اللي كان أبوه بيحكيها له كانت علشان يحميه من العالم اللي بره. وفجأة بيسمع صوت دوشة في الدور الأرضي، ولما بيبص بيلاقي جون ورجالته ماسكين ميكو، فبيعرف إنهم تتبعوهم لحد ما وصلوا ليهم. وبيطلع جون المسدس وبيهدد ميكو منه هيقتله، لكن فجأة بتظهر فوقهم طيارة درون وبتضرب نار على جون ورجالته وبتقتلهم كلهم، وبيقع رجالته على الأرض واحد ورا التاني. في نفس الوقت ماركو كان بيراقب اللي بيحصل وهو مستخبي، فبيظهر 2 رجالة مسلحين ورايحين ناحية ميكو، بس ميكو بيشاور لماركو وبيقول له اهرب، لكن ماركو بيعمل صوت غصب عنه وبيلفت انتباه الرجالة المسلحين. بس ميكو بيسحب المسدس اللي كان واقع من جون، فبيشوفوا واحد من المسلحين وبيضربوا بالنار على طول بدون تفكير، فبيتصدم ماركو وبيحزن جدا على صديقه اللي اتقتل وهو بيحاول يحميه. وبعد فترة بيمشي المسلحين دول من المكان، وبيحاول ماركو يستجمع قوته علشان يكمل رحلته لوحده، لأنه كان مصمم يلاقي أمه بأي شكل، مع إنه بدأ يفهم إن قصة وادي الصخور دي كانت خرافة أبوه هو اللي ألفها، وإنه عمره ما هيلاقي المكان ده أبدا، وإنه بعد ما ساب الغابة كل يوم كان بيفهم الحقيقة المؤلمة أكتر وأكتر. فبيقطع كتاب القصص والحكايات بتاعه وبيفضل يعيط، لكن مفيش أي حد بيسمعه ولا بيرد عليه. فبيقرر يطلع على الجبل علشان يشوف المدينة من فوق، لأنه ما شافش مدينة زي دي قبل كده، وما كانش عنده مكان محدد يروح له. وبينتابه الفضول إنه يدخل المدينة، وبيحسها غابة حجرية كبيرة، وبيتهيأله إن دي ممكن تكون المدينة الصخرية اللي بيدور عليها. بس المدينة كانت مليانة زومبي، فبيحاول ماركو يستخبى منهم بحذر لحد ما بيوصل لمستشفى مهجورة. ولما بيدخل جوه المستشفى بيتفاجئ بواحدة لابسة فستان أبيض زي الصورة اللي كانت معاه، فبيفتكر إنها ممكن تكون أمه اللي بيدور عليها، فبيقرب منها بحذر وبيحضنها، وأول ما بتحس بيه بتمسك إيده. لكن بعدها ماركو حس بألم في إيده، ولما بتلف وشها ما بيلاقيهاش أمه ولا حاجة، وبتطلع زومبي، فبيهرب منها بسرعة وبيقفل عليها باب الأوضة بعصاية حديد. بعدها بيسمع صوت الزومبي حواليه في كل مكان، فبيحس باليأس والإحباط وبيفضل يعيط، لأن كل ضربة كان بياخدها كانت قاسية جدا على طفل في سنه. وبعد ما هرب من المستشفى بقى متبلد الإحساس وما عندوش أي مشاعر، وبيلاقي قدامه جدار عليه صور كتير لناس مفقودة، فبيروح يحط صورة أمه على الجدار ده. وبعدها بيدخل لمكان مهجور بعد ما سمع صوت جاي من المبنى ده، ولما بيقرب من الصوت ده بيلاقيه هولوجرام بيتكلم، بس للأسف الصوت بيجذب قطيع من الزومبي، والباب الحديد بتاع الأوضة مش هيتحمل كتير قدام العدد ده. فبيحس ماركو باليأس والاستسلام، وبيقرر يبطل يهرب، وبيحط السماعات على ودانه وبيقعد يستنى الزومبي. لكن في نفس اللحظة بينزل على الزومبي وابل رصاص جاي من السماء، ولما بيفتح ماركو عينه مرة تانية بيلاقي واحدة شبه أمه اللي بيدور عليها طول الوقت ده، وبيلاقيها لابسة زي عسكري وبتبص باهتمام، لكنها بتلاقي جرح في إيده، فبتطلع المسدس من جيبها. لكن ماركو ما كانش خايف منها، وبيحضنها بهدوء لأنه كان محروم من حنان الأم، وبيمسح دموعها بإيده، لكنها بتلاحظ علامة حرف M على إيده، ودي كانت علامة المواليد اللي اتولدوا بعد انتشار فيروس الزومبي في العالم، ودول اتولدوا عندهم مناعة طبيعية ضد الفيروس، وبيعتبروا الأمل الوحيد لنجاة البشرية. فبتمسكه من إيده وبتاخده وبتمشي من المكان. بس كده يا صديقي، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.